أهلا بيكم في قناة فهمناكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس وتعملوا شير عشان الكل يستفيد. وأهلا بيكم في محاضرتنا العاشرة في الرياضيات. النهاردة بقى هنتكلم عن الرياضيات اللي ورا حاجة بنتعامل معاها كلنا تقريبا في حياتنا المالية، وهي الدفعات المتساوية، سواء كانت أقساط قروض أو حتى فلوس جمعية شهرية. كل ده ليه أساس رياضي بيورينا إزاي المبالغ الصغيرة دي بتكبر مع الوقت. فيلا بينا ندخل في الموضوع على طول ونفهم الحكاية دي ماشية إزاي. السؤال المحوري اللي عايزين نجاوب عليه النهارده هو إزاي المبالغ الصغيرة دي اللي بتدفع أو بتتحوش بانتظام ممكن فجأة نلاقيها بقت مبلغ كبير في المستقبل. السر كله يا جماعة في قوة الوقت والفايدة المركبة، وده بالظبط اللي هنكتشفه مع بعض. طيب الشرح بتاعنا هيكون متقسم لخمس أجزاء بسيطة عشان الموضوع يبقى سهل. هنبدأ بتعريف الدفعات المتساوية، وبعدها نشوف أنواعها والمصطلحات بتاعتها. بعدين ندخل على المعادلة اللي بتحسب قيمتها في المستقبل ونطبق ده بمثال عملي، وفي الآخر خالص هنعرف ليه الحسابات دي أصلا مهمة. يلا بينا نبدأ بأول جزء. ما هي الدفعات المتساوية، أو زي ما بنقول كده حجر الأساس لأي تخطيط مالي سليم؟ بص، الموضوع أبسط مما نتخيل. الدفعات المتساوية دي هي شوية مبالغ قد بعض بالظبط بتدفعها على فترات زمنية منتظمة. يعني مثلا نفس المبلغ بيدفع كل شهر أو كل ربع سنة أو كل سنة. التعريف نفسه بسيط، لكن تأثيره قوي جدا. والحقيقة إننا بنشوفها حوالينا في كل مكان. يعني فكروا فيها كده: إيداعات التوفير الشهرية في البنك، أقساط العربية، أقساط القروض عموما، أقساط التأمين، حتى المعاشات. كل دي أمثلة حية جدا على الدفعات المتساوية اللي هي فعلا جزء كبير من حياتنا المالية. تمام قوي. ننتقل بقى للجزء الثاني عشان نعرف الأنواع والمصطلحات الأساسية. الموضوع ده خلونا نقول ليه نوعين أساسيين، ومهم قوي نفرق بينهم. عندنا نوعين: الدفعات العادية والدفعات الفورية. الفرق الجوهري بينهم هو توقيت الدفع. الدفعات العادية دي بتدفع في آخر كل فترة، زي أقساط القروض كده بالظبط. أما بقى الدفعات الفورية فدي بتدفع في أول كل فترة، وده اللي بنشوفه أكتر في الإيداعات وحسابات التوفير. والفرق البسيط ده في التوقيت بيعمل اختلاف كبير قوي في الحسابات في الآخر. وقبل ما ندخل في عمق المعادلة لازم نتعرف على أبطال القصة بتاعتنا اللي هم المتغيرات. جيم دي بترمز للجملة أو القيمة الإجمالية في المستقبل. ط هو مبلغ كل دفعة لوحدها. عين هو معدل الفايدة. دال هو عدد الدفعات كلها. وأخيراً نون، ودي مدة استثمار أول دفعة بالشهور. الرموز دي هي اللي هنكمل بيها. ودلوقتي وصلنا لقلب الموضوع، معادلة القيمة المستقبلية. دي مش مجرد معادلة رياضيات وخلاص، لا، دي الأداة اللي بتورينا إزاي الفلوس ممكن تكبر وتنمو. المعادلة دي وظيفتها حاجة محددة جدا، إنها تحسب المبلغ الإجمالي اللي هيتكون في النهاية بعد ما كل الدفعات تكون اتدفعت، وكل دفعة منهم تكون خدت نصيبها من الفايدة حسب المدة بتاعتها. يعني ببساطة هي بتجمع أصل الفلوس زائد كل الفوائد اللي كسبتها. وهي دي بقى المعادلة اللي هتعمل النمو ده كله. شكلها ممكن يبان إنه يخض في الأول، بس تعالوا نفصصها مع بعض. الجزء الأول اللي هو طا في دال ده بسيط جدا، مبلغ الدفعة مضروب في عددها، يعني ببساطة إجمالي الفلوس اللي طلعت من جبنة. الجزء التاني بقى اللي هو الطاء في عين في دال على 2 في نون زائد نون شرطة على 12، هو ده السحر كله. الجزء ده هو اللي بيحسب الفوائد اللي جت على كل دفعة حسب المدة اللي قعدتها. لما نجمع الجزئين دول على بعض يدينا في الآخر جيم اللي هي القيمة النهائية. طيب، كفاية كلام نظري كده. أحسن طريقة نفهم بيها أي حاجة هي التطبيق العملي. فيلا بينا نحل مسألة حقيقية ونشوف المعادلة دي بتشتغل إزاي على أرض الواقع. المسألة بتاعتنا بتقول الآتي: في شخص بيحط 1000 جنيه كل شهر في البنك. البنك ده بيدي فايدة 10% في السنة. السؤال هو المبلغ الإجمالي هيكون كام بعد سنة كاملة لو الإيداع ده بيحصل في آخر يوم من كل شهر؟ عشان نحل المسألة دي هنمشي على 3 خطوات بسيطة ومنظمة. أول حاجة نحدد المتغيرات بتاعتنا من المسألة. تاني حاجة نعوض بالقيم دي في المعادلة اللي شفناها. وتالت حاجة نحسب النتيجة النهائية. بسيطة خالص. طيب نبدأ بالخطوة الأولى، نطلع المعطيات. مبلغ الدفعة ط هو 1000 جنيه، معدل الفايدة عين هو 10% سنويا، عدد الدفعات د هو طبعا 12 دفعة خلال السنة. نيجي بقى للنقطة المهمة، مدة أول دفعة نون هي 11 شهر. حد هيسأل ليه 11 مش 12؟ لأن الإيداع الأول حصل في آخر الشهر الأول، فكده عدى شهر من السنة والفلوس دي اشتغلت 11 شهر بس. وبنفس المنطق ده آخر دفعة مدتها 0. ليه؟ لأنها اتحطت في آخر يوم في السنة، فما لحقتش تكسب أي فايدة خالص. ممتاز جدا. الخطوة التانية بقى هي التعويض في المعادلة.
هناخد كل الأرقام دي، ال1000 جنيه وال10% فايدة وال12 دفعة وباقي المتغيرات اللي طلعناها دي، ونحط كل حاجة في مكانها الصح في المعادلة. وبعد ما نعمل الحسبة دي بنوصل للنتيجة النهائية. المبلغ الإجمالي بعد سنة هيطلع بالظبط 12550 جنيه. وهنا ممكن نشوف الحسبة بالتفصيل. خلوا بالكم من حاجة، إجمالي للدفع هو 1000 في 12، يعني 12000 جنيه. دي الفلوس اللي الشخص ده دفعها من جيبه فعلا. طيب الجزء التاني من المعادلة لما بنحسبه بيطلع 550 جنيه. ده بقى هو صافي الربح من الفوائد، مجموعهم على بعض يدينا ال 12550. ده بيورينا بشكل عبقري إزاي الفلوس فعلا بتجيب فلوس. ودلوقتي نوصل للسؤال الأهم، ليه كل ده مهم أصلاً؟ إحنا هنا مش بنلعب بالأرقام وخلاص، إحنا بنحول الأرقام دي لمعرفة عملية نقدر نستخدمها في حياتنا. فهم معادلة زي دي بيدي قوة حقيقية، قوة إن الواحد يقدر يخطط لمستقبله ويعرف بالظبط محتاج يحوش كام عشان يوصل لأهدافه. بيدينا القدرة إننا نقارن بين عرضين قرض مثلا ونختار العرض اللي هيوفر علينا آلاف الجنيهات. والأهم من كل ده، بيورينا بعينينا القوة الجبارة للادخار المستمر، وإزاي أصغر مبلغ لما بيتكرر بانتظام ممكن يتحول لثروة مع الوقت. في مبدأ مهم جدا لازم نفضل فاكرينه، جملة الدفعات الفورية دايما بتكون أكبر من جملة الدفعات العادية. طب ليه؟ ببساطة شديدة لأن لما الدفع بيحصل في أول الفترة، الفلوس دي بتقعد مدة أطول في الحساب وبالتالي بتكسب فوائد أكتر. كل يوم الفلوس بتقضيه وهي شغالة بيفرق في النهاية. ودلوقتي بعد ما فهمنا إزاي نحسب القيمة المستقبلية، ده يخلينا نفكر في السؤال اللي بعده على طول، إزاي ممكن نستخدم نفس المنطق ده بس بالعكس؟ يعني لو شخص عنده هدف مالي معين في دماغه، إزاي ممكن يحسب معدل الفايدة اللي هو محتاجه عشان يوصل للهدف ده؟ ده سؤال يخلينا نفكر في المستوى اللي بعده خالص من التخطيط المالي.